بينهما والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن. وفي مدينة كالجري التقى الأخ رئيس الجمهورية مع عدد من مسؤولي الشركات الكندية الكبرى. تم خلاله التحاور حول آفاق الاستثمار والفرص المتاحة له في اليمن والتسهيلات والامتيازات التي تقدمها بلادنا. كما حضر الأخ رئيس الجمهورية ملتقى آخر لرجال المال والأعمال الكنديين واليمنيين نظمه المجلس التجاري الكندي العربي، وشارك فيه قرابة 100 شخصية من رجال المال والأعمال الكنديين ورجال المال والأعمال اليمنيين المرافقين للأخ رئيس الجمهورية في زيارته هذه. وعلى مأدبة الغداء التي أقامها وزير الدولة الكندي للشؤون الخارجية على شرف الأخ رئيس الجمهورية والوفد المرافق والمشاركين في الملتقى الاقتصادي عند ظهيرة يوم الأربعاء 29 من مارس، ألقى وزير الدولة الكندي للشؤون الخارجية كلمة في الحاضرين تضمنت هي أيضا إشادة قوية بالسياسة اليمنية ودعما كبيرا للمساعي اليمنية الهادفة إلى توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين. Mr. President, you have provided strong and courageous leadership for Yemen. You have led the struggle for national unity and have succeeded through a policy of inclusiveness. فخامة الرئيس، كنت زعيما جسورا في اليمن، وأنت قمت بإعادة توحيد بلادك إلى ضم صف اليمنيين. You have led the way to parliamentary democracy and in the entrenchment of human rights and pluralism. وإنك قد فتحت المجال أمام الديمقراطية البرلمانية وأمام حماية حقوق الإنسان. You have ensured that women play a full role in Yemen political and economic life. وقد تأكدت وسهرت على أن المرأة في اليمن تؤدي دورا كاملا في المجال الاجتماعي والسياسي. And have recently named the first Yemeni woman as ambassador to the Netherlands. وقد عينت أول سفيرة يمنية إلى هولندا. You have undertaken economic reform and opened Yemen to foreign investment. وقد اطلعت بعملية الإصلاح الاقتصادية وفتحت أبواب اليمن أمام المستثمرين. كما ألقى الأخ رئيس الجمهورية أمام الحاضرين كلمة قال فيها: وأؤكد ما أكدته في الكلمة السابقة مرة أخرى للحاضرين جميعا أننا نرحب ترحيبا حارا بالشراكة في مجال الاستثمار وبشكل عام في شتى المجالات النفطية والغازية والتجارية والصناعية والمعدنية. ونحن نؤكد ترحيبنا بالاستثمار والشراكة التي ستحدث نفسها لصالح المستثمرين ولصالح علاقات البلدين. هذا الجهد الترويجي الكبير والفعاليات المتواصلة التي تضمنها جدول زيارة الأخ رئيس الجمهورية لكندا في سياق الحرص لتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما، تضمن أيضا زيارة لمقر شركة كنديان أوكسي في كالجري، والتي تقود أبرز نماذج الشراكة الاستثمارية الناجحة القائمة بين بلادنا وكندا، والمحفزة للمستثمرين في كندا لارتياد مجالات الاستثمار الواسعة المتاحة في بلادنا في مختلف القطاعات الاقتصادية. ولقد عكست حرارة الاستقبال والترحاب التي قوبل بها الأخ رئيس الجمهورية ومرافقوه من قبل الحشد الكبير من منتسبي شركة كنديان أوكسي تلك القناعة التي عززتها هذه الزيارة في الأوساط الاقتصادية الكندية بالجدوى العالية للفرص الاستثمارية في اليمن والتشجيع والرعاية الكبيرين التي توليها إياها الحكومة اليمنية، والآفاق الواسعة التي ينتظر أن تنطلق فيها علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية بين الجانبين اليمني والكندي. وجدنا حقيقة اهتمام كبير جدا باليمن من جانب كثير من الشركات الاستثمارية التي تبحث عن فرص استثمار في المناطق المختلفة من العالم. طبعا كندا تأتي ضمن قائمة الدول المصدرة للاستثمار والمستثمرين، ليس فقط اليمن وإنما عالميا. وبالنسبة لليمن فكندا تحتل صدارة الاستثمارات الأجنبية في اليمن. تعرف أن لدينا 6 شركات تقريبا في مجال النفط وشركتين في مجال التعدين،
وهذه استثمارات كبيرة جدا يعني تصل إلى بلايين الدولارات. طبعا في مراحلها الحالية الآن الشركة الأولى التي المنتجة للنفط في اليمن هي شركة كنديان أوكسي، وأكبر استثمارات تأتي في هذا القطاع. شركات أخرى حوالي 6 شركات لا زالت يعني سواء مشاركة بنفسها أو مشاركة مع آخرين، بالإضافة إلى شركتين في مجال التعدين في مناطق مهمة من اليمن. هناك استثمارات لا بأس بها، وأعتقد أن زيارة الرئيس فتحت آفاق جديدة أمام عدد كبير من الشركات، لأنه المستثمر دائما يبحث عن شهادات ممن سبقه، والشركات التي تعمل في اليمن وجدت تعامل جيد، ووجدت مصداقية لدى الحكومة، ووجدت أيضا اهتمام كبير لدى الشعب، وأدلت بشهادتها بشكل جيد، ونتوقع أن هذه الزيارة تفتح آفاق مهمة كبيرة جدا. التقينا بالأخ الأستاذ عبد الجبار هيل سعيد رجل الأعمال اليمني المعروف، ونسألك أستاذ عبد الجبار، وأنت تشارك في هذه الفعاليات وشاركت في الفعاليات بالأمس في مونتريال، ما هو تقييمك للمحادثات والنقاشات التي دارت بين الجانبين الكندي واليمني حول تطوير آفاق الاستثمار والمشروعات المشتركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن هذه الزيارة التي قامت نقوم بها إلى كندا، وهي أول زيارة للكثير من رجال الأعمال اليمنيين، وكما هي أيضا أول زيارة للكثير من المسؤولين اليمنيين كما سأل الأخ الرئيس سابقا. ورغم أن الزيارة الأولى إلا أن كما يبدو على المستوى الرسمي وأيضا على مستوى رجال الأعمال تبدو وكأنها تعكس علاقة قديمة متجذرة في العلاقات اليمنية الكندية. هذا يعود يمكن إلى كثير من التشابه في القيم والعادات العملية في هذا القطاع. بالنسبة لرجال الأعمال، هنا كانت المحادثة اللي تمت في اللقاءات في أوتاوا وفي مونتريال أمس، واليوم هنا في كالجاري، لقاءات هامة جدا مع كثير من رجال الأعمال والشركات الكندية. هي لقاءات مبدئية للتعارف ولتحسس فرص الاستثمار المتاحة في اليمن، محاولة تعرف رجال الأعمال الكنديين بهذه الفرص لأنهم يقولون كثير عن اليمن، ومحاولة إيجاد علاقة شراكة عملية بين رجال الأعمال اليمنيين وبين رجال الأعمال الكنديين. رجال الأعمال الكنديين بدأوا فعلا في الاستثمار في اليمن في قطاعات معينة، لكن هناك فرص كثيرة لا زالت متاحة، ويمكن أن تكون يعني عملية مفيدة للطرفين كما أشار إليها الأخ أحمد صوفان في قطاعات غير القطاعات النفطية والغاز. هناك قطاعات السياحة وقطاعات الثروة السمكية وقطاعات الزراعة، قطاعات القوى يعني الطاقة وغيرها. البعد الثقافي في العلاقات بين بلادنا وكندا كان حاضرا في زيارة الأخ رئيس الجمهورية، باعتباره عمقا هاما لتمتين وتطوير العلاقات بين البلدين على كافة المستويات. وفي هذا السياق جاءت زيارة الأخ رئيس الجمهورية لجامعة كالجاري صباح الخميس 30 من مارس، والتقاؤه بالطلبة اليمنيين الدارسين في كندا ضمن برنامج المنح التعليمية للطلبة اليمنيين الذي تدعمه شركة كنديان أوكسي، وحضوره الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، والذي ألقيت فيه كلمات من قبل ممثل لشركة كنديان أوكسي والمديرة التنفيذية لمعهد جنوب ألبرتا للتكنولوجيا ورئيس جامعة كالجاري، أشادوا جميعا فيها بالعلاقة القوية بين اليمن وكندا والسياسة اليمنية الحكيمة داخليا وخارجيا، والدور المتميز للطلبة اليمنيين في كندا في تقديم صورة ناصعة عن الوطن اليمني. وكخطوة عملية لترجمة هذا التوجه في تطوير العلاقات بين البلدين، خلال هذا الاحتفال تم التوقيع على اتفاقية لمضاعفة المنح الدراسية المقدمة للطلبة اليمنيين خلال السنوات القادمة. الملف الهام الآخر في جدول أعمال زيارة الأخ رئيس الجمهورية لكندا كان مرتبطا بالقضايا العربية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمة ذلك مسيرة السلام في الشرق الأوسط ومعاناة الشعب العراقي بسبب الحصار المفروض عليه، والأوضاع في القرن الإفريقي والأمن والسلام في البحر الأحمر. وفي مختلف اللقاءات التي أجراها الأخ رئيس الجمهورية مع المسؤولين الكنديين كانت هذه القضايا والهموم محل البحث والحوار، وصولا إلى التناغم في الآراء والمواقف والتحركات إزاءها، سعيا من قيادة بلادنا لتحقيق تطورات إيجابية على مختلف مسارات هذه القضايا، أداء للواجب القومي والإنساني، وبما يعزز الأمن والسلام
لجميع الشعوب. وكان اللقاء الذي عقده الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية مع السفراء العرب في كندا، وذلك بمقر إقامته في قصر الحاكم العام في أوتاوا يوم الثلاثاء 28 من مارس، فرصة طيبة ليطلع الأخ رئيس الجمهورية أعضاء البيت العربي الواحد على ما تم إنجازه في هذا السياق. آخر الفعاليات التي قام بها الأخ رئيس الجمهورية في العاصمة أوتاوا كانت قيامه بزرع شجرة في حديقة قصر الحاكم العام قبل مغادرته إلى مونتريال. وكانت هذه الخطوة الرمزية مؤشرا جميلا للتطلعات والغايات السامية لقيادة بلادنا في تعزيز علاقات متنامية ومثمرة بين اليمن وكندا، تتجاوب مع المصالح الوطنية وتتوخى الخير والفائدة لأبناء الشعب من خلال ارتياد آفاق المصالح المشتركة الواسعة المتاحة أمام اليمن وكندا، وهي الغايات التي لقيت تجاوبا وتفاعلا كبيرا من الجانب الكندي إزاءها، وتم التأكيد على ذلك من قبل مختلف المسؤولين الكنديين. ولعل الكلمات التي تبودلت بين الأخ رئيس الجمهورية والسيدة لويس هول الحاكم العام لمقاطعة ألبرتا على حفل الغداء الذي أقامته تكريما للأخ رئيس الجمهورية والوفد المرافق في ختام زيارة الأخ رئيس الجمهورية لدولة كندا قد جاءت لتلخص بوضوح تلك المعاني والغايات. The democratic and economic reforms you have achieved in recent years are very impressive. As we have seen in other countries around the world, economic liberalization and free markets combined with democratic governments are important for economic progress. إن الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية التي حققتموها في السنوات الأخيرة تستحق حقا الإعجاب. وكما رأينا في بلدان أخرى حول العالم فإن التحرر الاقتصادي والأسواق الحرة وكذلك الحكومات الديمقراطية كلها عناصر تؤدي إلى التقدم الاقتصادي. The changes you have made and are continuing to make will certainly help pave the way for a future of hope and prosperity for you and your people. إن التغيرات التي حققتموها والتي تواصلون في تحقيقها بالتأكيد سوف تمهد الطريق نحو مستقبل مليء بالازدهار لكم ولشعبكم. Your visit is an excellent opportunity for us to learn more about one another and to explore new potential areas of cooperation. إن زيارة فخامتكم تمثل فرصة رائعة وممتازة حتى نتعلم عن بعضنا البعض وحتى نستكشف الجوانب المستقبلية للتعاون فيما بيننا. باسمي وباسم الوفد اليمني أشكركم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والحفاوة البالغة التي قوبلنا بها من قبلكم، فنشعر أننا بين أصدقاء دائمين في هذا البلد الصديق المتواضع الجميل الذي ما كنا نتصور أننا سنلاقي هذه الحفاوة وهذا الود الجميل من قبل أصدقائنا الكنديين. إن هذه الزيارة سوف تعزز تماما من العلاقات بين بلدينا على المستوى الرسمي والشعبي في كندا واليمن. نحن نرحب بكم في اليمن كمستثمرين وشركاء وكسواح وكرجال أعمال في أي وقت، وستحظون بكل الرعاية والتسهيلات الكاملة من قبل الحكومة اليمنية والشعب اليمني. أن تشابك المصالح هي التي تعزز من العلاقات بين الشعوب، وهناك فرص عديدة لتشابك المصالح في اليمن، فبلدنا واعدة بالخير في شتى المجالات، في مجال النفط والغاز والمعادن والتجارة والصناعة والأسماك، وستجدون كأصدقاء في كندا رعاية واهتمام، لأن هذا بلد مسالم وبلد صديق وبلد جميل ليس له أي هيمنة أو أطماع أو فرض رأي على الآخرين. هذا ما شعرنا أن الشعب الكندي شعب يعمل بجدية وشعب متواضع وشعب عظيم وشعب فاهم وشعب متعلم،
فنحن نرحب بكم في اليمن في كل وقت. بهذا اللقاء الذي تم بين الأخ رئيس الجمهورية والسيدة لويس هول الحاكم العام لولاية ألبرتا في مدينة كالجري عصر يوم الخميس 30 من مارس، اختتمت فعاليات زيارة الأخ رئيس الجمهورية لدولة كندا بنجاح واسع على مختلف المستويات. ولئن كانت الحفاوة الكبيرة والتعبيرات والكلمات التي صدرت عن المسؤولين الكنديين في مختلف اللقاءات التي أجراها الأخ رئيس الجمهورية قد أشبهت قصائد شعر بليغة في مدح اليمن والقيادة اليمنية والإشادة بالسياسات التي تنتهجها، فإن الإنجازات العملية كانت أبلغ وأعمق أثرا على صعيد تطوير العلاقات القائمة بين البلدين وترسيخ جذورها وتعزيز التعاون بين البلدين اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، وتوسيع التفاهم المشترك بينهما حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وبهذا النجاح الكبير على مختلف المستويات